دكتور ايمن، حضرتك ايضا التقيت بالمرشح حازم صلاح ابو اسماعيل داخل اللجنه، هل اطلعت على الاوراق التي استندت اللجنه الى ابعاده بسببها؟ انا الحقيقه يعني التقيت باخي العزيز حازم، واحنا يعني بنلتقي دائما وفي موده ومحبه، وهو اطلعني على الورقه اللي هم اطلعوه عليها داخل مقر اللجنه. اطلعني على الورقه الحقيقه يعني خاليه من اي ملامح، لا في لوجو ولا في ختم ولا في توقيع، في حاجه كده زي كمثريه كده، ما اعرفش دي ايه بالظبط. لكن في النهايه هي فقره واحده باللغه الانجليزيه بيقال ان هي منسوبه لوزاره الخارجيه. انا اظن ان وزاره الخارجيه الامريكيه عندها بادج، عندها اسم، يعني مين اللي كاتب الجواب انا مش عارف، انا ما عنديش فكره. يا دكتور ايمن حق، يعني هل يوجد توقيع على هذه الورقه؟ هل يوجد خاتم منسوب لجهه معينه؟ لم ارى اي خاتم ولا اي توقيع ولا اي لوجو، شفت بس حاجه كده شخبطه صغيره جدا في مكان مغاير لمكان التوقيع. صوره ضوئيه ام اصل حضرتك؟ اللي انا شفته مع حازم كان صوره ضوئيه، لكن انا ما عنديش فكره هل هم سلموه الاصل ولا لا، لكن اظن ان هي صوره ضوئيه. هل شاهدت خطابا من الخارجيه الامريكيه بمضمون هذه الورقه؟ ما هي دي الورقه اللي بيقولوا عليها خطاب في الخارجيه، مفيش غيرها. بالنسبه